البيت ما كانش فيه شبح، بس البيت نفسه هو الشبح. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان أنا هرعبك. البيت ده بقاله سنين مهجور لوحده، محدش بيأجره، لحد ما جت العيلة دي وباتوا أول ليلة. كانوا فرحانين، بس نظرات الولد الصغير كانت غريبة. ما كانش مبسوط، وكأنه شايف حاجة احنا مش شايفينها. الولد رسم راجل واقف ورا الشباك، بس محدش شاف الراجل ده هيرو، وكل ما يرسمه الراجل يقرب منه أكتر. الكلب حاول يهرب من أول ليلة، قعد ينبح قدام باب البدروم لحد ما صوته اختفى فجأة وما لاقيهوش تاني. الأب صحي نص الليل على صوت خبط تقيل، قام يشوف ايه اللي بيحصل، بس كل الأبواب كانت مقفولة. لاحظوا إن في بقع الدم بدأت تظهر على الحيطة، وكل يوم تكبر أكتر من اليوم اللي قبله. بس لما جابوا نقاش يغطيها، الحيطة نزلت دم من جديد. الأب بقى بيتكلم وهو نايم، بيقول امسحي بقعة الدم دي. وفي يوم نزل من السرير ومسك فاس، وكان واقف مرعوب. الأم شافت حاجة واقفة على السقف، بس ما كانتش بتمشي، كانت بتزحف وبتبص عليها ومركزة معاها جدا. الوالدين استخبوا تحت السرير وقالوا إنهم شافوا الراجل بتاع الرسمة واقف عند باب أوضتهم وبيقول خلاص دورك، جه دوري. في الليلة دي كلهم جريوا بره البيت وسابوا هدومهم وشنطهم، ومحدش فيهم رجع تاني. لسه ما اشتركتش؟ يلا اشترك وفعل زر الجرس، وانا هغرقك في بحر من الرعب.